هذه إذاعة إرنا. المستمعات الكريمات والمستمعين الكرام، متابعي إذاعة أرينا حيثما كنتم وحيثما يصلكم بثنا، أهلا ومرحبا بكم في مستهل البرنامج العربي لهذا اليوم الأربعاء 31 من مارس. كما عودناكم مستمعات الكريمات ومستمعي الكرام، نستهل برنامجنا معكم ابتداء بنشرة للأخبار، ثم تتابعون عقب نشرة الأخبار حلقة من برنامج متابعات. وفي برنامج هذا اليوم يرصد الزميل أحمد شريف تطور القضاء الإريتري في فترة الكفاح المسلح والدولة، وذلك بتقديم ورقة على حلقتين بقلم القاضي في المحكمة العليا السابق الأستاذ عبد الله عثمان خيار. قبل ذلك مستمعات الكريمات ومستمعي الكرام، أقدم لكم نشرة للأخبار فيما يلي أبرز عناوينها. قوات الأمن الإثيوبية تعتقل العشرات من الإريتريين في أحياء أديس أبابا. الموت يغيب الصحفي الإريتري ملكياس محرتاب. مجلس الشركاء الانتقالي في السودان يرحب بإعلان المبادئ بين الحكومة والحركة الشعبية. كانت مستمعات الكريمات ومستمعي الكرام تلكم عناوين النشرة، وإليكم تفاصيلها من إذاعة أرينا. إذاعة إرينا، صوت مستقل لإريتريا. أفادت مصادر لإذاعة أرينا من العاصمة الإثيوبية أديس أبابا بأن قوات الأمن الإثيوبية قامت في اليومين الماضيين بحملة اعتقالات واسعة في أوساط الإريتريين في أحياء أديس أبابا، وشملت أحياء يوكا بيدو وليا طوفو وإياهولت وريا إريتش وأحياء أخرى، ولم تتمكن المصادر من التحقق من أسباب الاعتقالات، ولكنها رجحت أن تكون في أوساط ناشطين ضد الحكومة الإريترية. وكانت نفس السلطات الأمنية قد منعت إريتريين من السفر إلى الخارج بعد حصولهم على تأشيرات سفر لكل من الولايات المتحدة وكندا ودول أوروبية. وقال سلطات الهجرة بأن إيقاف تأشيرات المقادرة لهؤلاء الإريتريين كان بسبب إجراء تحقيقات بعلاقة بعض المسافرين بالجبهة الشعبية لتحرير تيغراي. غيب الموت في الولايات المتحدة الأمريكية الصحفي الإريتري ملكياس محرتاب بعد صراع مع المرض. وكان الصحفي الإريتري رئيسا لتحرير صحيفة قس الدبنة في تسعينات القرن الماضي في العاصمة أسمرا، وكان في الخارج عندما قامت السلطات الأمنية بالقبض على كل رؤساء التحرير ومالكي الصحف الخاصة في سبتمبر من عام 2001. وبعدها تفرق الزميل الراحل لعكس قضايا زملائه المعتقلين في السجون الإريترية وحقوق الصحافة في البلاد. ويتقدم القسم العربي بإذاعة أرينا بخالص العزاء لأسرة ومحبي الزميل الراحل ملكياس محرتاب. رحب مجلس شركاء الفترة الانتقالية في السودان بتوقيع اتفاق إعلان المبادئ بين حكومة الفترة الانتقالية والحركة الشعبية قطاع الشمال بقيادة عبد العزيز الحلو، واعتبره خطوة إيجابية في اتجاه المرحلة الثانية من السلام، والتي وضعت إطارا مهما لإكمال العملية. وقالت الدكتورة مريم الصادق المهدي وزيرة الخارجية السودانية والناطق الرسمي باسم مجلس الشركاء الفترة الانتقالية في تصريح صحفي لها عقب الاجتماع برئاسة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان أن مجلس شركاء الفترة الانتقالية أكد أهمية الاستفادة من الدروس المستخلصة من اتفاق جوبا لسلام السودان، لافتة إلى أن بعض الأعضاء أبدوا ملاحظات ستسهم في تطوير الاتفاق بما يجعل السلام شاملا. وأكد المجلس ضرورة الإسراع في تكوين لجان وآليات التفاوض. وكان رئيس الحركة الشعبية شمال عبد العزيز الحلو قد أشاد بالاتفاق في كلمة له في جوبا، وقال بأن هذا الاتفاق سوف يمهد الطريق لمفاوضات مسؤولة حول بناء دولة القانون والديمقراطية في السودان، وأنه سوف يمهد لسلام دائم ومقبول لجميع الأطراف. وحيا الفريق البرهان على شجاعته في الدفع للوصول إلى هذا الاتفاق، كما حيا كذلك برنامج الأمم المتحدة للغذاء وحكومة جنوب السودان في الدفع إلى التوصل لهذا الاتفاق. بهذا الخبر من الخرطوم مستمعاتي الكريمات ومستمعي الكرام، أكون قد قدمت لكم نشرة للأخبار من إذاعة أرينا الدولية من باريس، وهذا تذكير بأبرز عناوينها. هذه إذاعة أرينا.
قوات الأمن الإثيوبية تعتقل العشرات من الإريتريين في أحياء أديس أبابا. الموت يغيب الصحفي الإريتري الزميل ملكياس محرتاب. مجلس الشركاء في السودان يرحب بإعلان المبادئ بين الحكومة والحركة الشعبية. استمعتم فيما مضى مستمعاتي الكريمات ومستمعي الكرام إلى نشرة للأخبار قدمتها لكم من إذاعة إرينا. متابعة طيبة أرجوها لكم مع ما تبقى من فقرات برنامجنا. إذاعة إرينا، صوت مستقل لإريتريا. مستمعينا الأعزاء في كل مكان، تحية لكم، وهذه حلقة جديدة في برنامج متابعات، فيها نقدم قراءة لإضاءات حول التجربة القضائية في إريتريا أثناء مرحلة الكفاح المسلح وما بعد التحرير. إعداد مولانا عبد الله عثمان خيار، فأهلا بكم إلى إرينا الدولية. هذه إذاعة إرينا. إضاءات حول التجربة القضائية في إريتريا أثناء مرحلة الكفاح المسلح وبعد التحرير. كتب الأستاذ مولانا عبد الله عثمان خيار يقول: في هذه المساحة سوف نسلط الضوء على التجربة القضائية في إريتريا أثناء مرحلة الثورة، خاصة في تنظيمي جبهة التحرير الإريترية والجبهة الشعبية لتحرير إريتريا، باعتبار أن لكل تنظيم تجربة خاضها في مجال القضاء تستحق أن نقف عندها. ثم نسلط الضوء أيضا على التجربة القضائية بعد التحرير والانتكاسة التي تعرضت لها السلطة القضائية بسبب تدخل السلطة التنفيذية في العمل القضائي. ويقول مولانا خيار: أرجو من كل شخص لديه معلومة يمكن أن يضيفها لهذه الدراسة المتواضعة التي نهدف من خلالها التوثيق ومخاطبة الجيل الحالي لتعريفهم ببعض المحطات الهامة من تاريخ نضالنا. إذاعة إرينا، صوت مستقل لإريتريا. مدخل عام. لا يخفى على أحد أهمية القضاء ودوره في سائر المجتمعات، حيث يشكل القضاء ركنا مهما في أي نظام سياسي، وبدون وجود سلطة قضائية لا يمكن أن نضمن تحقيق العدالة في أي مجتمع. لذا تنبع أهمية السلطة القضائية من كونها توفر للمواطن أسباب الأمن والاستقرار والطمأنينة. ولكي تؤدي السلطة القضائية دورها لا بد من استقلال هذه السلطة عن السلطات التنفيذية والتشريعية، عملا بمبدأ الفصل بين السلطات لضمان عدم التدخل والتأثير على القرارات التي تصدرها. هذا بشكل عام عن دور القضاء وأهميته. أما فيما يخص إريتريا، فبما أن إريتريا كانت تحت الاستعمار الإثيوبي، كانت كغيرها من الأقاليم الإثيوبية لديها محاكم مدنية وشرعية تحتكم بالقوانين الإثيوبية، وكان عددا غير قليل من الإريتريين يعملون كقضاء وموظفين في تلك المحاكم. لكن بعد الاندلاع، أي اندلاع الكفاح المسلح عام 61 و900 و1000، وتطور العمليات العسكرية وتحقيق انتصارات عسكرية واسعة عبر سلسلة من المعارك التاريخية وسيطرة الثوار على بعض المناطق والمدن المحررة، أصبحت إريتريا مقسمة إلى قسمين: قسم واقع تحت سيطرة المستعمر الإثيوبي ويخضع للقوانين الإثيوبية، وقسم آخر يسيطر عليه الثوار الإريتريون بمختلف تنظيماتهم دون أن تكون هناك قوانين مكتوبة. لذا ظهرت الحاجة إلى وجود جهاز قضائي لدى الثوار في مرحلة ما من مراحل النضال. يتساءل مولانا خيار فيقول: ما هي الأسباب التي دعت للحاجة إلى وجود جهاز قضائي أثناء مرحلة الكفاح المسلح؟ يجيب بالقول: يمكن أن نلخص تلك الأسباب في الآتي: مع اتساع رقعة الأراضي التي تم تحريرها، كان لا بد من بسط الأمن على تلك المناطق والسيطرة عليها وحمايتها وتسهيل حركة التعامل اليومي بين المواطنين وتنظيم المعاملات التجارية والمالية. هذا الوضع
أدى إلى تنامي الشعور وسط القيادات في كلا التنظيمين، جبهة التحرير والجبهة الشعبية، بالحاجة إلى وجود جهاز قضائي يتولى أمر الفصل في النزاعات التي تنشأ بين الأفراد أو المجموعات التي تعيش في تلك المدن التي تم تحريرها والتي كانت تشكل الحاضنة الفعلية للثورة. وهناك سبب آخر، وهو منع المواطنين من الاحتكام إلى السلطات الإثيوبية عبر توفير جهاز قضائي يحسم نزاعاتهم، وبذلك تستطيع الثورة أن تسيطر وتشرف على إدارة شؤون المواطنين في تلك المناطق التي تم تحريرها من الاستعمار الإثيوبي. إذن نتناول التجربة القضائية أثناء مرحلة الثورة وكيفية نشوئها في جبهة تحرير إريتريا أولا، ومن ثم نستعرض تجربة الجبهة الشعبية في هذا المجال. هذه إذاعة إرينا. عن تجربة جبهة التحرير الإريترية كتب مولانا خيار يقول: بالطبع الكل يعلم سيطرت جبهة تحرير إريتريا على مناطق واسعة من إريتريا بعد اندلاع الكفاح المسلح، ومع توسع حركة التحرير كان لا بد لقيادة الجبهة أن تولي اهتماما لكيفية حل النزاعات في تلك المناطق الواقعة تحت سيطرتها، وتضع تصورا معينا لكيفية إدارتها، أي إدارة تلك المناطق وتوفير الاستقرار للمواطنين. فقامت في المرحلة الأولى بتشكيل لجان في القرى وأخرى في المناطق للنظر في القضايا، فكانت محاكم المناطق تعتبر محاكم استئنافية للقرارات التي تصدر من محاكم لجان القرى. لم يكن هناك قانون مكتوب تهتدي به تلك المحاكم، كان يتم الاحتكام إلى الأعراف السائدة في تلك القرى والمناطق لإصدار الأحكام، واختصاص هذه المحاكم هو اختصاص مدني بحت للنظر في النزاعات التي تنشأ بين الأفراد أو الجماعات. أما فيما يخص الجانب الجنائي، كانت هناك محاكم عسكرية تختص بالنظر في النزاعات التي تنشأ بين المقاتلين مع بعضهم البعض، أو بين المقاتلين والقيادات العسكرية أو السياسية، وكذلك تختص بالجنايات التي يرتكبها المواطنون. عزيزي المستمع وعزيزة المستمعة، لازلتم مع حلقة جديدة في برنامج متابعات، وفي هذه المرة نقدم لكم سيداتي سادتي قراءة أو إضاءات في تجربة العمل القضائي في إريتريا أثناء مرحلة الكفاح المسلح وما بعد التحرير، إعداد مولانا عبد الله عثمان خيار. إذاعة إرينا، صوت مستقل لإريتريا. نواصل معكم سيداتي سادتي هذه الحلقة من هذا البرنامج، وتحت عنوان فرعي المحكمة العسكرية. أو قبل ذلك سادتي، أشار مولانا خيار وعن المحاكم العسكرية وعن التطور الذي حدث في الجهاز القضائي بعد المؤتمر الأول للجبهة، وبعد تعيين السيد إدريس حمداي مسؤولا عن الجهاز القضائي يتناوله في هذا الجزء. يقول: بجانب محاكم لجان القرى والمناطق، كانت هناك محكمة عسكرية تختص في الفصل في النزاعات التي تنشأ بين المقاتلين، واختصاص هذه المحكمة هو اختصاص جنائي بحت. كانت كل القضايا الجنائية والمخالفات العسكرية تعرض أمامها، وعدد قضاتها 5 قضاة من المقاتلين، وتعتبر قرارات هذه المحكمة نهائية غير قابلة للطعن فيها. ولعدم وجود قانون جنائي مكتوب لهذه المحكمة، كانت تسترشد بقانون العقوبات الإثيوبي في أداء مهامها. استمر وضع المحاكم على هذه الوتيرة إلى حين انعقاد المؤتمر التنظيمي الأول عام 1971، وفي هذا المؤتمر تم اختيار المناضل إدريس حمداي في القيادة، وتم تعيينه كأول مسؤول للقضاء في التنظيم. وعندما باشر عمله أجرى بعض التعديلات في تشكيلة المحاكم، بالإضافة إلى محاكم لجان القرى والمناطق. تم إنشاء محاكم على مستوى الوحدات الإدارية
التي كان عددها 12 وحدة إدارية. مثلا الجاش الوحدة الإدارية الأولى بها محكمة، بركة الوحدة الإدارية الثانية بها محكمة، وهكذا. فأصبحت هذه المحاكم على مستوى الوحدات الإدارية يستأنف لديها قرارات محاكم القرى والمناطق، وكان يتم اختيار القضاة في هذه المحاكم من الأهالي، ولكن نسبة لعدم وجود قوانين مكتوبة تم الاتفاق لحين وضع قوانين جديدة أن يتم الفصل في الدعاوى التي تعرض أمام هذه المحاكم حسب الأعراف والعادات والتقاليد السائدة في كل منطقة. بعد ذلك تم تكوين محكمة استئنافات عليا مكونة من 5 أعضاء برئاسة إبراهيم عمار وعضوية 4 آخرين، حيث حلت هذه المحكمة محل المحكمة العسكرية، بالإضافة إلى منحها الاختصاص المدني، فأصبحت بذلك محكمة مدنية وعسكرية في نفس الوقت. وتعتبر هذه المحكمة هي أعلى محكمة على مستوى التنظيم، وقراراتها هي قرارات نهائية. كانت الأحكام التي تصدر بالإعدام من هذه المحكمة تحال إلى المجلس الثوري للمصادقة عليها. أما على مستوى الوحدات العسكرية فقد تم إنشاء محاكم عسكرية على مستوى الكتائب وأخرى على مستوى السريات، وهذه المحاكم كانت تختص بالنظر في قضايا المقاتلين. استمر أداء المحاكم على هذا النحو هذا إلى حين انعقاد المؤتمر الوطني الثاني للتنظيم، أي جبهة التحرير الإريترية، عام 1975. بعد هذا المؤتمر كلف المناضل إدريس همداي بمهام أخرى، وبدلا عنه تم تكليف المناضلين محمد صالح حمد ومحمد إسماعيل عبدو وحامد صالح تركي بالإشراف على الجهاز القضائي، أي تكليف المناضلين. وظلت الأوضاع على حالها دون أن يحدثوا أي تغييرات تذكر، إلى أن انتكست هذه التجربة بانتكاسة جبهة تحرير إريتريا ودخولها السودان، وأسدل الستار على هذه التجربة بما لها وما عليها. مولانا عبد الله خيار يكتب ملاحظاته العامة حول تلك التجربة فيقول: بالإضافة إلى وجود هذه المحاكم كانت هناك لجان أمنية سرية أصدرت أحكاما قاسية ضد بعض المناضلين لأسباب قد تكون سياسية أكثر من كونها جنائية، فكثير من المقاتلين تعرضوا للظلم من هذه اللجان الأمنية وقراراتها التعسفية التي وصلت في بعض الأحيان إلى حد الإعدام. وينطبق هذا الوصف أيضا على أداء اللجان الأمنية في الجبهة الشعبية لتحرير إريتريا، ففي كلا التنظيمين كانت لهذه اللجان الأمنية مطلق التصرف بإيعاد من القيادات النافذة في كلا التنظيمين. لذا ارتكبت هذه اللجان السرية أعمالا وحشية ومارست التعذيب الممنهج ضد كثير من المقاتلين الذين مثلوا أمامها، وكانت القرارات التي اتخذت بحقهم لا تتناسب حجم الاتهامات التي وجهت إليهم، وقد لا تكون في الأصل هناك اتهامات حقيقية بل مجرد خلافات سياسية، ولا ترقى إلى درجة الاتهامات الجنائية، وقد تكون أيضا بدوافع كتصفيات حسابات سياسية والتخلص من بعض الكوادر التي يعتبرونها متمردة. هذه إذاعة إرينا. عزيزي المستمع وعزيزتي المستمعة، لازلتم مع إضاءات في تاريخ التجربة القضائية الإريترية في مرحلة الكفاح وما بعده. إعداد مولانا عبد الله عثمان خيار. يواصل مقاله فيقول: هكذا تسير الأمور في كل الثورات، فمسألة العدالة فيها هي مسألة نسبية، وتحت مسمى العدالة الثورية ترتكب الكثير من المحاكمات الظالمة، لأن عدم الطاعة والولاء للقيادات قد تضع بعض الأفراد في محل شك وعدم تيقن، حيث إنه لا مجال للخروج عن خطو مسار ومنهج تلك القيادات والتمرد عليها، وأية مطالبات حتى وإن كانت مشروعة ولا تروق لتلك القيادات من السهولة أن تكيف تلك المطالبات في موضع خيانة التنظيم ولوائحه،
وبذلك يجدون مبررا لمحاكمة من يخالفونهم الرأي. وشهدت الساحة الإريترية أثناء مرحلة الكفاح المسلح حالات إعدام كثيرة حدثت في التنظيمين دون أن يعرف الشعب الإريتري الأسباب الحقيقية وراء تلك الإعدامات ومن هو الذي أصدر تلك الأحكام. وبما أن تلك المحاكمات كانت سرية ولا أحد يعرف عنها شيء، فلن نستطيع أن نقول بأنها كانت محاكمات عادلة ونزيهة. أما في الجانب المدني فيقول مولانا خيار: لا بد من التأكيد على أن الأجهزة القضائية في تنظيم جبهة التحرير الإريترية لعبت دورا مهما وساهمت في حل الكثير من النزاعات بين المواطنين داخل المناطق التي تم تحريرها، وكذلك في مناطق تواجد اللاجئين بالسودان. وقامت الجبهة بإنشاء محاكم داخل المدن السودانية ساهمت في حل بعض النزاعات بين الإريتريين. ويقول مولانا: أنا شهدت إحدى جلسات هذه المحاكم في حي الشعبية بمدينة كسلة إذا لم تخن الذاكرة، كما يقول مولانا عبد الله عثمان خيار. يتحدث بعد ذلك عن تجربة الجبهة الشعبية في مجال القضاء. إذاعة إرينا، صوت مستقل لإريتريا. لا زلتم مع إرينا الدولية سيداتي سادتي. يقول مولانا عبد الله عثمان خيار عن تجربة الجبهة الشعبية في مجال القضاء: لا تختلف تجربة الجبهة الشعبية في بدايتها عن تجربة جبهة التحرير في مجال القضاء من حيث الشكل والمضمون، فكانت النزاعات بين المواطنين تحل عن طريق الإدارات الشعبية في كل منطقة، إلى جانب وجود محكمة عسكرية تختص في الفصل في القضايا ذات الطابع العسكري، إلى جانب وجود لجان أمنية سرية تتبع فيها الإجراءات الأمنية أكثر من اتباع الإجراءات الجنائية. وهذه اللجان الأمنية لا تختلف عن تلك اللجان الأمنية في جبهة التحرير، وقامت بإصدار أحكاما ظالمة في حق عدد كبير من المقاتلين كما أوضحنا سابقا في تجربة جبهة التحرير الإريترية. يقول مولانا خيار: استشعرت الجبهة الشعبية بأهمية وجود جهاز قضائي قبل انعقاد مؤتمرها الثاني عام 1987، وقد يعود ذلك لسببين أساسيين: الأول انفراد الجبهة الشعبية بالساحة الإريترية وسيطرتها على عدد كبير من المدن الإريترية، كانت بالضرورة أن تفرض عليها أن ترتقي بأجهزتها الفنية بما يتناسب ومتطلبات تلك المدن والمناطق التي تم تحريرها، وبالتأكيد تشكيل محاكم وأجهزة شرطة ضرورة كانت تقتضيها طبيعة تلك المرحلة. الثاني، مع استمرار المعارك وسيطرة التنظيم على قطاع واسع من الأراضي الإريترية، أصبحت مسألة التحرير الكامل للتراب الوطني مسألة وقت ليس إلا. أمام وضعك هكذا كان لا بد من الاستعداد للمرحلة القادمة على أو عبر إيجاد نواة لجهاز قضائي يمكن أن يسهم إسهاما فاعلا بعد التحرير، أسوة ببقية الأجهزة الأخرى التي كانت لها تجارب واسعة عبر فترة النضال. لما تقدم من أسباب أو لغيرها، عموما تم إنشاء جهاز جديد للعدل بناء على مقررات مؤتمر عام 1987، حيث كلف المناضل رمضان محمد نور بإنشاء هذا الجهاز الوليد، والذي يعتبر من أحدث الأجهزة في تنظيم الجبهة الشعبية. تصدى المناضل رمضان لهذه المهمة وانطلق من نقطة الصفر، واتخذ عددا من الخطوات لتأسيس هذا الجهاز، فقام بسحب عدد من المناضلين الذين درسوا القانون وكانوا يعملون في أجهزة التنظيم الأخرى، مثل مولانا طعامة بينة ومن قريوس براخي وأحمد علي جامع من جهاز الإعلام. وأيضا تم سحب أولئك الذين بدأوا دراسة القانون في بعض الجامعات ولم يكملوا دراستهم بسبب التحاقهم بالثورة، أمثال داويد هبتي ورزان سيوم وغيرهم. نترحم على الراحلين مما وردت أسماءهم في الفقرة السابقة. كما تم سحب بعض أعضاء ما يعرف بجهاز حرس الثورة
ممن كانوا يعملون في مجال التحقيق الجنائي مثل صالح محمد عمر كفنو وآخرين. هؤلاء مع غيرهم من الأعضاء شكلوا النواة الأولى لجهاز العدل. كما نتمنى الحرية وإطلاق سراح من هو تحت أسر وسجون النظام الظالم في إريتريا في هذه الفترة. نعود إلى مقالة مولانا عبد الله خيار، يقول: يعد الفراغ من مهمة اختيار الأعضاء. تم اختيار منطقة حشكب في الساحل لتصبح المقر الرئيسي لجهاز العدل، والشروع في تأسيس المكاتب والأقسام ليكون تشكيل جهاز العدل على النحو التالي. أيها الإخوة والأخوات المستمعون الأعزاء لإذاعة إيرنا الدولية، سيكون حلقة الحديث القادم إن شاء الله في الجزء الثاني والأخير، نبدأه بتشكيل جهاز العدل على ما تم تشكيله كما يراه مولانا الأستاذ عبد الله عثمان خيار. شكرا لمولانا خيار على إعداد هذه الدراسة الهامة، وقد ارتأينا سادتي أن نرفع كذلك من مستوى معرفة مستمعينا الأعزاء أو إلمامهم بالتجربة القضائية الإريترية ماضيا وحاضرا. نلتقيكم في الحلقة القادمة سيداتي سادتي. حتى ذلكم الحين، هذا محدثكم أحمد شريف في التقديم، مع تحايا الزملاء فتحي عثمان وبنيام سيمون في الإشراف والهندسة والإخراج. مجددا شكرا لك مولانا عبد الله عثمان خيار. إلى اللقاء. إذاعة إيرينا، صوت مستقل لإريتريا. المستمعات الكريمات والمستمعي الكرام، أهلا وسهلا بكم مجددا. قبل ختام فقرات برنامجنا لهذا اليوم، نقدم لكم موجزا سريعا لأهم ما ورد في صدر نشرتنا الإخبارية لهذا اليوم. قوات الأمن الإثيوبية تعتقل العشرات من الإريتريين في أحياء أديس أبابا. أفادت مصادر لإذاعة إيرنا من العاصمة الإثيوبية بأن قوات الأمن قد قامت في اليومين الماضيين بحملة اعتقالات واسعة في أوساط الإريتريين في أحياء أديس أبابا، وشملت أحياء يوكابيدو ولياتوفو وياهولت ورايا إيريت وأحياء أخرى. ولم تتمكن المصادر من التحقق من أسباب الاعتقالات، ولكنها رجحت أن تكون في أوساط ناشطين ضد الحكومة الإريترية. الموت يغيب الصحفي الإريتري ملكياس محرتاب. غيب الموت في الولايات المتحدة الأمريكية الصحفي الإريتري الزميل ملكياس محرتاب بعد صراع مع المرض. وكان الصحفي الإريتري رئيسا لتحرير صحيفة قسدبنا في تسعينات القرن الماضي في العاصمة أسمرا، وكان في الخارج عندما قامت السلطات الأمنية بالقبض على كل رؤساء التحرير ومالكي الصحف الخاصة في سبتمبر من عام 2001. وبعدها تفرغ الزميل الراحل لعكس قضايا زملائه المعتقلين في السجون الإريترية وحقوق الصحافة الخاصة. ويتقدم القسم العربي بإذاعة إيرنا بخالص العزاء لأسرة ومحبي الزميل الراحل ملكياس محرتاب. مجلس الشركاء يرحب بإعلان المبادئ بين الحكومة والحركة الشعبية. رحب مجلس شركاء الفترة الانتقالية في السودان بتوقيع اتفاق إعلان المبادئ بين حكومة الفترة الانتقالية والحركة الشعبية شمال بقيادة عبد العزيز الحلو، واعتبره خطوة إيجابية في اتجاه المرحلة الثانية من السلام، والتي وضعت إطارا مهما لإكمال السلام. وكان عبد العزيز الحلو قد أشاد بالاتفاق في كلمة له في جوبا، وقال بأن هذا الاتفاق سوف يمهد لمفاوضات مسؤولة حول بناء دولة القانون والديمقراطية في السودان. كان هذا مستمعاتي الكريمات ومستمعي الكرام موجزا لأهم ما ورد في صدر نشرتنا الإخبارية لهذا اليوم، وبه نكون وإياكم قد وصلنا إلى نهاية فقرات برنامجنا. قبل الختام مستمعاتي الكريمات ومستمعي الكرام، أذكركم دوما بأنكم يمكنكم الكتابة إلينا والتواصل معنا على البريد الإلكتروني arabicerena@gmail.com. حتى الملتقى بكم مجددا مستمعاتي الكريمات ومستمعي الكرام في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي متابعات والبرامج الأخرى لإذاعة إيرنا. تقبلوا تحياتي زميلي أحمد شريف وتحيات محدثكم فتحي عثمان، وتقبلوا كذلك تحيات زملائي في الاستوديوهات الرئيسية للإذاعة في باريس، ودمتم في رعاية الله وحفظه وأمانه. هذه إذاعة إيرنا.